كتير بنتكلم عن حرق الطاقة والدهون، بس عمرنا وقفنا وسألنا نفسنا هو إيه اللي بيحصل بالظبط جوه جسمنا؟ الموضوع أشبه بماكينة معقدة وشغالة طول الوقت. النهاردة بقى هنفك شفرة الماكينة الخفية دي. طيب خلينا نبدأ بسؤال يمكن كلنا سألناه لنفسنا في وقت من الأوقات. إيه هو أحسن وقت في اليوم عشان نحرق دهون؟ الصبح بدري ولا بالليل؟ هل في فعلا وقت سحري كده؟ الإجابة ممكن تكون مفاجأة. الإجابة هي طول الوقت. أيوة، زي ما سمعتوا كده، جسمنا ده مش مجرد آلة بنشغلها وقت التمرين وخلاص. لا، دي محطة طاقة، مصنع شغال 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. وهنا بقى بتيجي النقطة المهمة. الموضوع مش متعلق بإمتى بنحرق، لكن بقد إيه بنحرق. يعني التركيز لازم يكون على مجمل الطاقة اللي الجسم بيستهلكها على مدار اليوم كله. والمجمل ده ليه اسم علمي، بنسميه إجمالي إنفاق الطاقة اليومي، أو بالإنجليزي Total Daily Energy Expenditure، والاختصار بتاعه اللي هنستخدمه كتير هو ال TDE. عشان نبسط الموضوع، تخيلوا معايا إن ال TDE ده عامل زي فطيرة متقسمة. هي مش حتة واحدة على بعضها، لا، دي متقسمة ل4 أجزاء أو 4 مكونات أساسية، كل جزء ليه دوره. واللي هيصدمكم بجد لما نبص على تقسيمة الفطيرة دي، هنلاقي إن في جزء واحد منهم واخد تقريبا معظم الفطيرة، حتة كبيرة قوي مقارنة بالباقي. الجزء العملاق ده اسمه معدل الأيض الأساسي أو ال BMR. ده بقى يا جماعة هو الطاقة اللي جسمنا بيحرقها بس عشان يفضل عايش، عشان القلب ينبض، الرئة تتنفس، والمخ يفكر. كل ده بيحصل حتى وإحنا نايمين ومش بنعمل أي مجهود. تخيلوا ال BMR ده لوحده بيمثل من 60 ل 70% من إجمالي السعرات اللي بنحرقها في اليوم. متخيلين الرقم؟ يعني أكتر من نص الطاقة اللي بنحرقها بتروح في العمليات الحيوية الأساسية دي وبس. طيب الجزء الثاني من الفطيرة بتاعتنا هو حاجة اسمها التأثير الحراري للطعام أو TEF. ممكن نعتبره ضريبة الهضم، يعني الجسم عشان يهضم ويمتص ويستفيد من الأكل بيحتاج يصرف طاقة، دي الضريبة اللي بيدفعها. والحلو في الجزء ده إننا نقدر نتلاعب بيه شوية. إزاي؟ البروتين تحديداً بيحتاج طاقة أعلى في الهضم مقارنة بالدهون أو الكربوهيدرات، وكمان الأكل الكامل اللي مش مصنع بيحتاج مجهود أكبر من الجسم، فدي طريقة ذكية ندي بيها دفعة صغيرة لمعدل الحرق. نوصل بقى للجزء اللي أول حاجة بتيجي في بالنا لما نقول حرق سعرات: التمرين، الجري، الجيم، السباحة، وده اسمه العلمي Exercise Activity Thermogenesis أو اختصاراً EAT. وهنا بقى المفاجأة الكبيرة التانية بالنسبة للشخص العادي اللي بيروح الجيم ساعة في اليوم. الجزء ده بيمثل حوالي 5% بس من إجمالي حرق الطاقة. 5% بس. أيوة، الرقم صغير ومفاجئ. وده بيوصلنا لآخر جزء في الفطيرة، واللي هو فعلا البطل المجهول في القصة كلها: النيت أو توليد الحرارة من النشاط غير الرياضي. طب إيه هو النيت ده؟ ده ببساطة كل حركة بنعملها خارج نطاق التمرين المقصود. المشي للسوبر ماركت، طلوع السلم بدل الأسانسير، شغل البيت، حتى لو حد بيهز رجله وهو قاعد على المكتب. كل ده بيتجمع نقطة على نقطة، حركة على حركة، وبتعمل فرق كبير في آخر اليوم. تمام. دلوقتي بعد ما عرفنا ال4 مكونات، تعالوا نجمع الصورة كلها على بعضها ونشوف بالأرقام الموضوع بيبقى عامل إزاي. هناخد مثال بسيط ومشهور. هنفترض إن في شخص إجمالي حرقه اليومي ال TDE بتاعه حوالي 2000 سعر حراري. يا ترى ال 2000 دول متقسمين إزاي؟ طبعاً ال BMR واخد نصيب الأسد، حوالي 1350 سعر. بس بصوا بقى على المقارنة دي، ال EAT اللي هو التمرين حرق حوالي 100 سعر، لكن النيت اللي هو الحركة اليومية العادية حرق 350 سعر، يعني أكتر من 3 أضعاف. المعلومة دي لوحدها كفيلة تغير طريقة تفكيرنا كلها. يبقى المعادلة اكتملت. ال TDE بتاعنا هو مجموع ال4 دول: ال BMR زائد النيت زائد ال TEF زائد ال EAT، كلهم مع بعض بيشكلوا إجمالي الحرق اليومي. طيب إيه فايدة الكلام النظري ده كله؟ الفايدة إنه بيدينا خريطة طريق، دليل استخدام لجسمنا. لما نفهم المعادلة دي بنقدر نعرف إيه الحاجات اللي ممكن نشتغل عليها عشان نوصل لهدفنا. والخطة العملية ممكن تتلخص في 3 خطوات بسيطة. أول حاجة، عشان نخسر وزن محتاجين نعمل عجز بسيط في السعرات، يعني ناكل أقل شوية من ال TDE بتاعنا. تاني حاجة، نزود البروتين عشان نستفيد من التأثير الحراري بتاعه. وتالت وأهم حاجة، نركز على زيادة حركتنا اليومية، يعني نرفع النيت. وأنا بنشوف ليه التركيز على النيت ممكن يكون أكثر فعالية من التركيز على التمرين وبس. التمرين بيبقى صعب ومكثف ووقت قصير، لكن زيادة الحركة اليومية دي حاجة أسهل، نقدر ندمجها في روتيننا ومستمرة معانا طول اليوم. تأثيرها التراكمي على المدى الطويل بيكون أكبر بكتير. وفي الآخر
أحب أسيبكم تفكروا في السؤال ده. بعد كل اللي عرفناه، تفتكروا إيه اللي بيفرق أكتر في رحلتنا؟ الساعة اللي بنقضيها في الجيم ولا ال23 ساعة اللي بنعيشهم بره الجيم؟ الإجابة ممكن تكون هي مفتاح كل حاجة.